فايزر هو لقاح من إنتاج وتطوير شركتي فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية وبيونتك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية. وصلت نسبة نجاحه إلى أكثر من 90%، ويعد هذا انتصارا كبيرا ضد فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 1,000,000 شخص ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية. وهنا يتبادر إلى أذهان العالم أسئلة مهمة: متى وأين سيكون اللقاح متاحا؟ وكيف يعمل هذا اللقاح؟ ربما يكون اللقاح جاهزا في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة. سوف يتم طرح اللقاح في دول تتوفر فيها شروط تخزينه، وأهمها توفر ثلاجات بدرجة حرارة 80 تحت الصفر، وهي الدرجة اللازمة لحفظه. يدخل اللقاح جسم الإنسان حاملا معه مادة وراثية تسمى mRNA. تمكن هذه المادة الخلايا البشرية من إنتاج البروتينات التي توجد على سطح الفيروس. تخدع هذه البروتينات جسم الإنسان ويشعر أنه تعرض فعلا لفيروس كورونا، ويبدأ بإنتاج أجسام مضادة له، وهكذا يصبح الجسم جاهزا ومحصنا ضد أي هجوم حقيقي من الفيروس.